القصة بتبدأ مع شاب اسمه داري وبيكون سايق عربيته وجنبه أخته تريشا وبيكونوا راجعين على بيتهم في أمان الله، بس فجأة وهم على الطريق بتظهر عربية نقل شكلها قديم ومرعب وبتهجم عليهم هما الاتنين وبتحاول إنها تخبطهم وتطلعهم بره الطريق، بس داري بياخد باله وبيوسع لها الطريق بسرعة فالعربية بتعديهم. الأخين في اللحظة دي بيموتوا من الرعب بس بيكملوا طريقهم عادي وشوية وبينزلوا عشان يستريحوا، وتريشا بتطلب من أخوها إنه يكلم مامتهم عشان يطمنها، وبعد ما بيخلصوا بيكملوا سواقتهم. بس وهم ماشيين بيتفاجئوا بنفس العربية المرعبة دي وهي واقفة قدام بيت قديم، والشخص اللي بينزل منها بيبقى شكله غريب ومخيف جدا وبيشوفوه وهو بيرمي حاجة شكلها مريب جوه ماسورة الصرف الصحي، وتريشا وداري بيكونوا ميتين من الخوف، بس الشخص المرعب ده بياخد باله منهم شافوه وبيكونوا بيسألوا نفسهم ايه المصيبة اللي الراجل ده رماها جوه. وتريشا بتطلع موبايلها وبتحاول انها تتصل بالشرطة، بس في اللحظة دي العربية بتبدأ انها تطاردهم تاني وداري بيدوس بنزين بأقصى سرعة، بس العربية بتلحقهم وتخبطهم من ورا كذا خبطة، ومن حسن حظهم ان داري في آخر لحظة بيدخل جوه حقل زراعي والعربية بتكمل طريقها وبتسيبهم وتمشي، وبيفضلوا مستخبيين جوه الحقل ده لحد ما يتأكدوا ان العربية اختفت تماما. وداري بينزل عشان يحاول يصلح اللي اتكسر في العربية وبيقول لتريشا احنا لازم نرجع لماسورة الصرف دي ونشوف ايه اللي اترمى فيها، يمكن حد محتاج مساعدة، بس تريشا بترفض تماما وبتقوله ده جنون وممكن نموت، بس داري بيعاند وبيصمم، وفعلا بيرجعوا لنفس المكان، ولما بيوصلوا بيكتشفوا ان المكان ده مش بيت، دي كنيسة قديمة ومهجورة، وداري بيروح للماسورة وتريشا وراه، ولما بيقربوا هما الاتنين بيلاقوها فاضية بس بيبقى طالع منها ريحة عفونة مقرفة، وتريشا بتجيب كشاف وبيكتشفوا ان الماسورة دي عميقة جدا ونازلة لتحت، فداري بيقرر ينزل وبيطلب من تريشا انها تمسكه، وفجأة بيسمعوا صوت طالع من تحت، فداري بيطلب من اخته انها تمسك رجليه عشان ينزل يبص فيه ايه، وفعلا بتوافق، بس فجأة بيطلع فار من الماسورة وتريشا بتتفزع في اللحظة دي وبتسيب رجلين داري، فداري بيقع جوه قاع الماسورة وبتفضل تريشا تصرخ وتنادي عليه عشان يطلع، وهو بيقاوم ويقوم عشان يطلع، بس فجأة بيتفاجئ بالكيس اللي الراجل رماه، فبيقرب منه بيلاقي جثة شخص متكفن ومربوط بحبل، والكارثة هنا ان الشخص ده بيبدأ انه يتحرك ويمسك داري، وداري بيموت من الرعب وبيقرر انه يكشف وش الجثة، وبيكتشف انه شاب شكله غريب وبيتألم من كتر الوجع، ولما بيكشف جسمه بيلاقي بطنه مجروحة ومتخيطة بطريقة مرعبة، والشاب بيحاول يقول لداري حاجة بس بيموت في ساعتها، وداري بيبقى مصدوم ومش مستوعب اللي شافه، فبيقوم يصرخ لتريشا وبيقول لها ساعديني، وبيطلب منها انها تروح الكنيسة وتدور على اي مخرج ليه، وهو بيدور على اي مخرج تحت بيشوف ابشع منظر في حياته، بيلاقي مجموعة كبيرة من الجثث مقتولين ومتكفنين بنفس الطريقة، وبيمشي شوية بيلاقي ادوات تعذيب قديمة، ولما بيبص للسقف بيلاقي هياكل عظمية متخيطة في بعض بشكل مرعب، وكمان بيلمح جثة ولد وبنت متخيطين في بعض من رجليهم، وبتكون رقبة البنت مفصولة ومتخيطة تاني، والولد بيكون لابس خاتم، وفي الوقت ده تريشا بتبقى قاعدة في العربية وهي مرعوبة، فجأة بيظهر داري وهو مفزوع وبيركب معاها العربية، ومن كتر الصدمة تريشا هي اللي بتسوق، وداري بيبدأ يقول لها اللي شافه وبيوريها الخاتم بتاع الجثة اللي هو لابسه في ايده، وبيقول لها ان البنت اللي تحت راسها مقطوعة ومتخيطة، وبيفضلوا سايقين لحد ما بيوصلوا بنزين عشان يحطوا بنزين، واول ما بينزلوا بيلمحوا عربية السفاح، فبيدخلوا المطعم جري وهم بيصرخوا للناس يتصلوا بالشرطة، وتريشا بتطلب من داري يحكي للناس اللي شافوا عشان يحموهم، بس الناس ما بيبقوش مصدقينهم، وفجأة تليفون المطعم بيرن وتريشا بترد، بس بتلاقي ست بتقول لها انا عارفة انك انت واخوكي رحتوا هناك، فداري بيخطف منها السماعة، فالست بتقول له انا شفتك وانت بتبص على الضحايا، داري بيترعب وبيقفل السكة في وشها وبيطلب من تريشا انها تكلم الشرطة فورا، وبالليل الشرطة بتوصل وبتقول لهم احنا رفعنا حالة الطوارئ وبعتنا رجال للكنيسة، بس غالبا اللي شفتوه هناك ده ما كانش حقيقة وكانت عرايس، فداري بيتجنن وبيقول لهم انا شفت ناس اعرفهم شخصيا، بس الشرطي بيرد عليه وبيقول له ان الناس اللي انت بتقول عليهم دول لقينا عربياتهم متحطمة من 20 سنة، يعني زمانهم اصلا اتحللوا، فداري بيحلف لهم ان جثثهم كانت كاملة، وبيقول لهم كمان ان الخاتم ده كان في ايديهم، وبيأكد لهم ان اللي شافه كان حقيقي مش خيال، وهما بيتكلموا بيسمعوا صوت بره فبيطلعوا يجروا، فبتجيلهم واحدة من الموجودين وتقول لهم انا شفت شخص بيعمل حاجة في عربيتكم، وهنا الشرطة بتبدأ تصدق داري وبيتحركوا للكنيسة فورا، وتريشا وداري بيبقوا وراهم بعربياتهم، وفجأة الوحش بيهجم على عربية البوليس، والاخين بيشوفوه فبيدوسوا فرامل ويقفوا بعيد، وتريشا بتنزل من العربية عشان تطمن على الشرطة من بعيد، بس بتتفاجئ براس الشرطي مقطوعة ومرمية على الارض، فبتجري هي وداري وبيرجعوا للعربية وبيراقبوا من بعيد، وبينزل الوحش وبيمسك راس الشرطي اللي مرمية على الارض ويسحب لسانها وياكلها في منظر مقزز، وداري واخته بيهربوا باقصى سرعة لحد ما بيلاقوا بيت يقفوا عنده ويطلبوا المساعدة، ولما بيبصوا من الشباك بيلاقوا ست عجوزة وشكلها مريب، وبيكون بيتها مليان كله قطط، والست بتسألهم عن اسمائهم، فتريشا بتقول لها انهم عايزين يتكلموا في التليفون عشان يبلغوا عن جريمة قتل، بس الست العجوزة بتقول لها اني ما عنديش تليفون، وداري بيخاف من شكلها ويطلب من اخته انهم يمشوا، بس فجأة الوحش بيوصل البيت، والست العجوزة بتطلع بالبندقية وبتقول له اطلع بره مزرعتي وما تقربش من القطط، وبتبدأ انها تضرب عليه نار، بس الوحش بيكسر باب البيت ويخش يخلص عليها في ثانية، والاخين في اللحظة دي بيهربوا بالعربية، بس الوحش بيقف في طريقهم، وتريشا بتدوس بنزين باقصى سرعة وبتحاول انها تخبطه، بس الوحش بيتفادى كل الخبطات، ولما بتبص عليه بتلاقيه بيبص لهم بنظرات مرعبة، فبترجع عليه بظهر العربية وتخبطه،
ولما بيقع بتطلع عليه بالعربيه وتقرر انها تدوس عليه كذا مره لحد ما بتفرتكه، بس فجاه بيطلع من جسمه جناحات زي الخفاش وبيترعبوا من المنظر ده وبيطلعوا يجروا بالعربيه. وبنروح لمركز الشرطه، تريشا بتكلم امها وبتحكي لها اللي حصل، فامها بتقول لها خليكوا عندكم وانا اللي هاجي لكم، بس تريشا بترفض وبتقول لها احنا اللي هنيجي عشان مش هنقدر نستنى لحد الصبح. وبتظهر ست في المركز اسمها تشيز، وبتكون دي الوسيطه اللي كلمتهم في تليفون المطعم، وبتقول لها انها حلمت بالجثث والقطط وعارفاهم وعارفه كل حاجه. وبتقول لها انا هحكي لكم الحقيقه، الكائن ده بيظهر كل 23 سنه لمده 23 يوم، وكمان بتعرفها انه بياكل اعضاء البشر عشان يجدد اعضائه، يعني ياكل الرئه عشان يتنفس والعيون عشان يشوف والقلب عشان يعيش، وبيلبس هدوم بشريه عشان يخبي شكله الحقيقي. وبتقول لها كمان طالما اذيتوه هيفضل انه يطاردكم لحد ما تموتوا. وفجاه الكهرباء بتقطع ونور الطوارئ بيشتغل، والظابط بيعلن حاله الطوارئ في المايك وبيقول محدش يتحرك من مكانه، بس داري بيقول احنا فرمناه بالعربيه واكيد مات. فتشيز بترد عليه وتقول له انه واكل قلوب كتير واستحاله يكون مات. وبنشوف شرطي وهو نازل عشان يفتش في القسم، بس بيلاقي الوحش كسر زنزانه وبياكل في مسجون، والشرطي اول ما بيشوف المنظر ده بيضرب عليه نار والمركز كله بيتقلب. وتشيز بتاخد تريشا وداري وتهربهم، وبقيه الشرطه بينزلوا عشان يشتبكوا مع الوحش، بس بنشوف الوحش ده وهو بيهجم على واحد وبيطلع قلبه ويختفي. وبنرجع لداري وتريشا وتشيز وهم محشورين في ممر ومش عارفين يهربوا، والوحش بيهجم عليهم فجاه وهو بيزحف وجناحاته مفروده، فبيهربوا بسرعه بس بيمسك تشيز. بعد كده بيسيبها وما بيأذيهاش وبيجري عشان يطارد الاخين ويمسكهم، وبيبدا انه يشمشمهم، وبعد كده بيرمي تريشا على الارض ويمسك داري. والشرطه بتوصل للمكان وبتحاصره، بس فجاه شكله بيتحول لوحش مرعب، وتريشا بتفضل تترجاه وتقول له سيبه وخدني انا عندي نفس الحاجه اللي جواه. بس الوحش بيطلع جناحاته وبياخد داري ويطير، وتريشا بتفضل تجري وراه بس بيختفي. وتاني يوم الصبح تشيز بتقول لتريشا اهلك بره، وبنشوف الوحش وهو معلق داري في المخبأ السري بتاعه وبيكون شايل عيونه من مكانها. وبعد 22 يوم بنشوف ولد اسمه بيلي بيكون بيربط فزاعه في الحقل بتاعه، وابوه بيطلب منه انه يثبتها كويس، وبيسأل ابنه التاني على الآلة فبيقول له ما شفتهاش. وبيلي وهو شغال بيكتشف ان في راجل مرعب متعلق مكان الفزاعه، فالولد بيترعب وبيجري وهو بيصرخ، بس الوحش بيهجم عليه، والاب وجاكي بيسمعوا الصريخ ده فبيجروا عليه، بس الوحش بيكون خد الطفل الصغير وطار بيه. بعدها بنشوف اتوبيس مدرسه مليان طلبه وبيكونوا رايحين رحله، وفجاه عجله الاتوبيس بتفرقع وبينزلوا يشوفوها فبيلاقوها متقطعه من كل حته وفي آلة حاده غريبه فيها، فالمساعده بتطلب الدعم باللاسلكي، والسواق بيطلب منهم انه يطلعوا العربيه تاني. ولما الدنيا بتليل بنت اسمها مينيسكي بتنام وبتحلم انهم بيعدوا من جنب حقل ذره، وبتشوف داري واقف وهو بيشاور لها، وبعدها بتشوف فيلي وهو غرقان في دمه. بعد كده بتشوف الوحش وهو بيجري وراهم وبيرمي عليهم الحديده اللي بتفرقع الكاوتش. في اللحظه دي البنت بتصحى من النوم مفزوعه عشان عجله الاتوبيس التانيه بتفرقع بنفس الحديده، والسواق تشارلي بينزل عشان يضرب صاروخ عشان ينقذوهم، وفجاه الوحش بينزل ياخد الصاروخ ده ويطير، والكل بيتصدم. والمساعده جيك بتطلع عشان تنادي عليه وبتدخل الطلبه وتقفل الباب، وبتضرب صاروخ تاني بس الوحش بينزل يخطفه في غمضه عين. وبنشوف المساعد التالت وهو واقف عند الباب بس الوحش بينزل ياخده هو كمان، وشخص اسمه سكوتي بيقترح عليهم انهم يهربوا من الناحيه التانيه فبيرفضوا ويبداوا انهم يتخانقوا مع بعض. وفجاه بيشوفوا الوحش ده وهو بيبص لهم من ازاز الاتوبيس في مشهد يموت من الرعب. الطلاب بيقعدوا على الارض مرعوبين، والوحش بيمسك الاتوبيس يهزه بعنف ويختفي، ومنسكي بيغمى عليها وبتحلم تاني بنفس الحق، وبتسمع صوت الوحش ده وهو بيقول لها انه بياكل كل حاجه وما بيرحمش حد. ولما بتلف وشها بتلاقي داري عيونه مخلوعين، وبتصحى وهي مفزوعه وبتقول لزمايلها وهو بيختار الخايفين ويشمهم، وبتقول لهم انه في ولد ميت هو اللي قال لي كل حاجه، وان الوحش ده هيرجع ياكلنا كلنا لانه اختارنا. في نفس الوقت ولد بيطلب المساعده باللاسلكي، وبنشوف ابو بيلي الولد اللي اتخطف في الاول بيسمعهم ويقول لهم انا هكلم الشرطه وجاي، والوحش بيهجم على الاتوبيس ويمسك الولد اللي كلم اللاسلكي، بس في بنت بتضربه بعمود حديد فالعمود ده بيدخل في راسه، والوحش بيسيب الولد في اللحظه دي وبيحاول يخرج الحديده من دماغه بعد ما نص راسه بتكون اتدمرت. بعد كده الوحش بيطير وبيسمعوا هبده على سقف الاتوبيس، وبيطلع ولد عشان يشوف في ايه فبيلاقوه واقع على سقف الاتوبيس وشكله ميت، والطلاب بيحاولوا يفتحوا باب الاتوبيس عشان يهربوا بس الباب بيكون معلق، وفجاه الوحش بيمد جناحه يمسك ولد ويقطع راسه، وفي بنت بتشوفه وهو بيقطع راسه المتدمره وبيحط راس الولد ده مكانها، وبعد كده بيختفي. وسكوتي بيفتح الباب وينزلوا عشان يجروا بس الوحش بيهجم عليهم وبيسيب واحد فيهم، وبعد كده يسيب سكوتي بسكينه واصحابه بيحاولوا انهم ينقذوه بس الوحش بياخده ويطير، وابو بيلي وجاكي بيوصلوا ومنسكي بتحكي لهم كل اللي حصل. فالاب بيروح الاتوبيس ويشتبك مع الوحش، وبعد صراع عنيف الوحش بيقع بس بيطير ويقلب عربيتهم ويختفي. وعلى الناحيه التانيه الثلاث طلاب بيكونوا بيهربوا وبيلاقوا عربيه فبيركبوها بس الوحش بيطاردهم ويقلبها لهم في ثانيه، وبيطلع منها طالب ما بيكونش مات فبيهجم عليه الوحش وبيخلص عليه. وهنا ابو بيلي بيظهر وبيضرب الوحش برمح في راسه فالوحش بيقع، والاب بينزل عليه يفضل يطعنه لحد ما بيموت. وفجاه الوحش ده بيتحول لحجر اسود وبيكونوا فاكرينه انه مات، بس مينيسكي بتقول لهم هو ما ماتش، هو اختفى عشان وقته خلص. وهنا يا صديقي نكون خلصنا الجزء الاول من الفيلم. لو عجبك الفيلم وعايز الجزء الثاني منه دوس لايك واشترك في القناه وقول لي في الكومنتات، واستناني في الحلقه اللي جايه. سلام.